مساء الخير. نشرة الأخبار المفصلة من قناة سوا نستهلها بالعناوين. خان يونس في منطقة المواصي. مئات القتلى والجرحى بغارات استهدفت المواصي في خان يونس. إسرائيل تتحدث عن استهداف محمد الضيف ومصادر ترجح مقتله وحماس لا تؤكد. رداً على أردوغان، دمشق تشترط أسساً واضحة لبدء التطبيع مع أنقرة، في مقدمتها انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. ديمقراطيون بارزون يقاطعون تجمع بايدن الانتخابي في ميشيغان، والجمهوريون يستعدون لإعلان ترشيح ترامب رسمياً. مصادر سوا أكاديمي تتحدث عن مقتل القيادي العسكري في حماس رافع سلامة والسياسي أسامة نوفل جراء غارة المواصي. إلى التفاصيل. نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لوصول 2 من سفنها الحربية إلى ميناء تشانغيانغ في جنوب الصين لإجراء تدريبات بحرية مشتركة مع البحرية الصينية. بحسب الوزارة، سيقوم البحارة الصينيون والروس بإجراء تدريبات إنقاذ بحرية ومضادة للطائرات معا. وفي سياق متصل تنضم إلينا مراسلتنا من موسكو سمية ضمرة. مساء الخير سمية. مساء الخير طاهر. سمية، ما هي آخر التطورات الحاصلة بخصوص المناورات الروسية الصينية؟ نعم، زار وزير الدفاع الروسي وزير الدفاع الصيني وقاما بالتنسيق بينهما لاتخاذ الإجراءات التي تناسب البلدين في مجال المناورات الحربية البحرية. سمية، ما الذي تتضمنه هذه التدريبات؟ وهل تصب في صالح البلدين؟ في الحقيقة هي تدريبات بحرية عسكرية تتضمن الإنقاذ والدفاع ضد هجمات الطائرات الحربية وتصب في صالح الأمن القومي للبلدين. شكرا لك سمية مراسلتنا، كنت معنا من موسكو. أكد الكرملين أن نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا قد يجعل من عواصم أوروبية أهدافا لروسيا. وأشار الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن روسيا تمتلك قدرات كافية للرد على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا. كما كشف بيسكوف أن بلاده حددت النقاط الأوروبية كأهداف محتملة لصواريخها، معتبرا أن الولايات المتحدة تورط أوروبا التي باتت الآن في مرمى الصواريخ. في تحول مفاجئ للأحداث، ظهر نجم هوليوود الممثل الأمريكي إليك بولدوين وهو يجهش بالبكاء بعدما أسقطت القاضية تهمة القتل غير العمد عن بولدوين خلال تصوير فيلم راست عام 2021 بسبب ما اعتبرته حجبا للأدلة. هذا وتوافقت القاضية مع محامي الممثل على أن المدعين أخفوا أدلة ربما تكون مرتبطة بحادث إطلاق النار الذي أودى بحياة المصورة السينمائية هيلينا هاتشنز في موقع التصوير. وفي التفاصيل أن بالدوين كان مفترضا أن يؤدي مشهدا يحوي رصاصا خلبيا، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه مما أدى لمقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج. كانت هذه أخبارنا لهذا اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.